كم الفنانين او الفنانات اللي نعرفهم ما قدروش يكملوا في جوازاتهم عشان خاطر احلامهم، وان هم حاسين ان شريك حياتهم مش مقدرهم، وانفصلوا ورجعوا ندموا بعد سنين. وعلى فكره، انا مش بقول ان الاحلام او الطموح غلط، بالعكس. بس الغلط انك ما تعرفش تفصله عن حياتك الشخصيه والعائليه، وتقدر تكون صداقات بره فكره العمل. لما اتكلمت مع المغني احمد الروبي في واحده من الحاجات اللي قالها انه ممكن يوقف اي علاقه لو حس ان هي هتيجي على حلمه. انا خلاص من وانا في اولى اعدادي انا عارف ان انا هطلع مغني، خلاص ملهاش بديل. اوكي. وبحس ان دي نعمه من ربنا اداها لي، ان انا من وانا صغير عارف انا عايز اعمل ايه. لان في ناس كتير قوي بتتخرج من الجامعه دلوقتي بتقعد تقول لسه بكتشف بقى، هجرب وهعمل. لا، انا ربنا قايل لي من وانت في المدرسه ان انا عندك موهبه أو أنا الغنى، حاسس فانت بكده. هتطلع مغني. فبقيت بحمي هذا الحلم بكل الطرق. فاي حاجه هتيجي تعوق الحلم ده هشوطها فعلا. فبقى الحب هيجي، هتبقى حد عايز الاهتمام ويبقى برايورتي وكده، بخلع. اي بقى حاجه، اي مناسبه بتاع حاجه مهمه لو هتيجي ناحيه الفن او هتيجي عليه بشوطها. فانت علاقاتك ممكن تفشل بسبب الفن؟ دي فشلت كتير. وبعدين انا الفن عندي لو اغنيه مثلا ما عملتش اللي انا متوقعه بتدخلني في اكتئاب، بلوز كل المشاعر اللي عندي ناحيه اي حاجه. دي فانت لو في علاقه اوريدي وفي اغنيه مثلا ما نجحتش نفس النجاح، فانت العلاقه دي باظت اصلا. فيش في ناس بقى لما بقول لها الكلام ده تقول لي انت ما حبيتش بجد. انا بقى مش قادر احدد امتى بقى الحب اللي بجد وامتى الحب اللي مش بجد. عجبني قوي لما نسمة محجوب كانت ضيفتي واتكلمت على ان اكتر مخاوفها ان هو ما يكونش عندها توازن ما بين شغلها وما بين بيتها، وهي نجمه وصوت خطير، بس هي عندها الوعي ازاي تكون فنانه وفي نفس الوقت تكون زوجه وام. ايه اكتر حاجه بتخوف نسمة محجوب؟ ان انا ما اقدرش اوازن ما بين حياتي الشخصيه او العائليه وحياتي الفنيه، عشان عاده دي بتبقى مشكله فنانين كتير جدا لما بيجوا عايزين يركزوا على نفسهم قوي وكده، بيشغلوا نفسهم جامد جدا، فبينقطعوا عن العيله جامد قوي. صح. فبيحصل طبعا اكيد مشاكل كتير وحاجات من دي، يا اما انفصال، طلاق، بالظبط، يا اما بيبقى الناحيه التانية بقى ان العيله واخده وقت كبير جدا، فخلاص بقى الفنان غير منتج، يعني مش متواجد، مش عارف ان هو يبقى موجود بسبب ان العيله واخده كل الوقت. فانا بحاول ان انا العب اللعبه دي كده، فطبعا بتبقى مجهود اكبر عليا، ضغط اكبر، ليميتس اكبر في شغلي، حاجات كده، ان انا اخد ولادي معايا في كل حته. يعني في حاجات بتبقى مجهودها اعنف عليا، بس انا بحاول اتحملها عشان بحاول ان انا اعمل البالانس ده اللي هو في الواقع المفروض ان هو مش متوفر قوي كده، او ملوش ملكه، يعني ملوش ملكه. انت عايزه تبقي فنانه وفي نفس الوقت عايزه تبقي ام صح وزوجه صح. بالظبط. فطبعا بيبقى يعني لما بضطر ان انا اتحط في قرار ده ولا ده، خلاص ما هم بقى معروف ان اكيد البيت لو محتاجني، الولاد لو محتاجيني، خلاص الولاد هم الاولويه. ولكن انا بحاول بقدر الامكان ما احطش الكونفليكت ده مع بعض، يعني ابعد الحاجات عن بعض. زي كده دلوقتي احنا بنصور واقول لك انا فاضيه الصبح، يعني بلاش اتحط في حته بالظبط كده. يعني انا بحاول احط الحاجات دايما ابعدها عن وقت ما الولاد او البيت محتاجني بشكل كبير، عشان اعرف ان انا انفذ حاجات كتير في نفس الوقت. تلاقيها الصبح بعمل وبالليل مع الولاد، يعني طول اليوم بقى ما فيش وقت الراحه، ده بيبقى قليل قوي. الرضا عمره ما كان ضد الطموح. احنا ممكن نفرح باللي حققناه ونكون راضيين عنه، وفي نفس الوقت نطمح لحاجه اكبر من غير ما نيجي على الناس اللي احنا بنحبهم.